يا صباح الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. تعالوا بقى النهارده باقي المشتريات اللي انا كنت جايباها. مش كل المشتريات المره اللي فاتت كنت جايباها، دي مشتريات اتاخرت شويه عبال ما جبتها. وبصراحه في حاجات منها هرجعها. مش هقول لكم ايه اللي هرجعه دلوقتي غير لما تتفرجوا في الاخر. وفي الاول كده حابه ارحب بكل الناس الجديده اللي معايا، وبقول لهم بجد نورتوني، ومبسوطه جدا جدا ان القناه تكون عجبتكم يعني. تعالوا بقى كده نخش في ايه، في التفاصيل. ايه هي التفاصيل؟ الكرسيين دول كانوا طبعا انا عارفه في ناس كتير قوي مش عارفين الانتريه عندي وكده. المهم الكرسيين دول ما كانش فيه ما بينهم اي حاجه، كنت زقاهم كده جنب بعض وسايباهم فاضيين، وعندي شجره كده ساعات احطها في النص هنا هنا اللي هي بتنقل يعني. المهم انا جبت الثلاث ترابيزات اللي هم المتداخله دي. كنت جايباها في عرض يعني. تمام، هو العرض والله حاليا روح، بس كل شوية يعني المحل ده بيعمل عروض. فالمهم انا جبتها منه. بس بصراحة هي مش اللي هي افضل حاجة، وفي نفس الوقت يعني بيني وبين نفسي كده، طب وانا ليه اجيبها افضل حاجة؟ يعني انا لقيتها في المحلات اللي هي الفرنتشر يعني كلها عاملة حوالي 2200. و... وفي ناس بتبيعها ب1800، وفي ناس بتبيعها هي ب750. فاهمين قصدي؟ فقلت لنفسي طب ليه كل الارقام دي حاجه مش هيتقعد عليها. انا بصراحه بحب يعني لما اصرف فلوسي على حاجه. انا يعني مثلا لو كرسي هقعد عليه، لا هجيبه خشب كويس. فحسيت ان هي خشبها عادي، مش اللي هو احسن حاجه، مع ان الرجول تقريبا هي زان يعني. بس زان يعني اللي هو على قد صغنن كده في نفسه. فالمهم رحت جايباها دي يا بنات، كان سعرها في العرض 420، بعد العرض تقريبا بقت ب 495. بتتباع في المحلات اللي هي اللي على الشارع قوي بيبيعوا 750، وهي يعني انا دخلت كده اللي هو اتوهمت يعني. فاهمين؟ سيبكوا بقى من الزينة والكركبة والحاجات دي. انا حرفيا بجد كنت المفروض ان انا اصور بقى وانزل لكم الفرش وبقيت كده. بس بجد مش عارفة والله، تعبانة جدا. اللي هو انا عارفين يعني قاعدة في الارض والله وبصور لكم. فاللي هو يعني الدروس والتمارين بتاعة الولاد واللي هو والاكل وكده، فبجد لا مش قادرة والله. فسامحوني بقى ان شاء الله. بكرة لا بعده يعني انا بنزل كل يوم او يوم لا كده. بكرة لا بإذن الله، بعده ان شاء الله اكون نزلت الفيديو بقى بتاع الفرش. تمام. هبدأ بإيه والله ما عارفة، هسيبها على بركتها. مش عارفة هبدأ بإيه، بس كلها إن شاء الله مشتريات الجديدة كلها هصورها معاكم وهتتفرجوا. بصوا ده شكلها. هي بتخش كده ما بين الكرسيين، وانا هدخلها لكم دلوقتي. إيه هي بصي يعني قعدت ادور على لون ساده، ما لقيتش، لان طبعا اي حاجه في العرض اللي هو انت يا تلحقي يا ما تلحقيش. فبصراحه هو ده اللي انا لقيته وعجبني. اللون مش وحش يعني، وانا اخترت لون يكون لو انا في مره مش حاطه عليها مفرش او حاجه، اللون يكون قريب من الحاجه اللي عندي، ما بقاش ملخبطه الدنيا يعني، ما بقاش الوان والوان. الوان والوان دي بقى انت لو عندك مساحه بقى وكل حاجه في اوضه وكده براحتك، العبي في الالوان براحتك. انما انا كله الريسبشن كله 3 قطع، كله مفتوح على بعضه، بحاول اهدي الالوان. بجد ان شاء الله انا نفسي متشوقه ان انا افرش المشتريات الجديده علشان يعني اللي هو اوريها لكم يعني. بجد تعالوا بقى نشوفوا ايه بالنسبه لي دي حاجه كده اللي هو في قلبي كده يعني، مع ان كنت مستهتره بيها قوي، بس طلعت بجد آه، يعني ما شاء الله عليها. طلعت حلوة. انا عشان معلش بصور بايد وايد ماسكة بيها، فمش عارفة افتح. آه دي مش ازاز، بس هي تحسوها في نفسها كده حاجة كيوتة كده صغيرة. عايزة اقول لكم مش مكملة شبرة وتقريبا وصوبع كده، حاجة كده قصيرة وصغننة كده في نفسها. بس بجد لا يعني حلوة، طلعت حلوة قوي. وفي حاجة تانية برضو هوريها لكم من ضمن الحاجات اللي انا عايزة ارجعها. بس بجد محتاجة رأيكم يعني، يعني قولوا لي ايه الحاجات الكويسة. في حاجة دي من الحاجات اللي انا لسه جايباها قريب. دي مش هرجعها. بصوا لا بجد جميلة، تحطوه في اي حاجة.
ما تحسوش بمكانها، ما تحسوش ان هي لا لا ده مش مكانها، مفيش اباجوره اتحط، لا اللي هو انتوا ما تحسوش بيها اصلا، حاجه صغيره كده شفافه في نفسها مش باينه. يمكن كمان علشان انا مولعه النور، فلا مش هتشوفوها، فاهمين؟ انا قلت احطها لكم كده على السفره، بما ان هي دي الحاجه الوحيده اللي اتفرشت في البيت، والله لسه ما فرشت الباقي. لو فرشت كنت نزلت وصورت لكم يعني كده. بس بجد تحفه، يعني هي عجبتني قوي لدرجه ان يعني اللي هو بفكر الحاجه بقى اللي انا جبتها التانية اللي هو ارجعها واجيب دي. بصوا بقى، تعالوا شوفوا دي من غير فلوس خالص. دي من ضمن يعني من ضمن الزيرو كده، زيرو فلوس. ازاي زيرو فلوس؟ دي انا اللي عملتها. ولو عجبتكم، طبعا بصراحة مش مخترعاها من نفسي يعني، ولا انا مخترعاها، لا انا اتفرجت على فيديوهات كتير وقلت اعملها. بس هو الفايبر اللي انا الفايبر هو اسمه فايبر صح؟ الفايبر اللي انا حطيته جواها كنت المفروض يعني اسمها يعني افركشه كده من جوه، بس هي لا، في العموم بجد هي جميله. يمكن الكاميرا مطلعاها كده، بس لا بجد عجبتني قوي قوي يا بنات. اليقطين ده بيتباع، كنت شايفه كيس كده بيتباع فيه 2 واصغر من دول، وعامله كام؟ عامله 300 جنيه. بجد انا عملتها من غير اي فلوس خالص. كان ده بروفل عندي قديم، والرباط ده كان موجود عندي في شميز كده عندي. فاللي هو عملتها لان بجد 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 يعني انا مدفعش في اليقطينه دي حتى 10 جنيه. يعني انت فاهمين؟ هتقولي لي ليه ومش ليه، معرفش، من ضمن الحاجات التافهه اللي مصرفش فلوسي عليها بصراحه. انا اقول الصراحه بجد حاجه اللي هو مفيش منها منفعه. تقولي يعني ايه الاباجوره اللي انت جايباها؟ مش عارفه، يعني اسمها اباجوره، فاهمين؟ بس اليقطينه دي لا، ما ادفعش فيها فلوس. فالمهم يعني انا عملتها، عجبتني قوي قوي، وعجبتني اكتر عشان انا اللي عاملاها. فلو انتوا عايزين بجد الطريقه بتاعتها ابقى اصورها لكم يعني وكده، واقول لكم المقاسات اللي انا عملت بيها. انا عملت المقاسات بالبركه كده. بصوا بقى، دي بجد الحاجه اللي انا جبتها وندمان عليها. إيه الاباجوره نسيت اقول لكم سعرها. الاباجوره كان سعرها 190 جنيه، تمام. بس الاباجوره دي برضو، الحاجات دي يا بنات والله انا مش بجيبهم كلهم مره واحده، لا انا كنت جايباهم كده مره في مره في مره، فاهمين؟ بس دي الحاجه الوحيده بقى اللي لما انا جبت ال3 ترابيزات، فقلت اجيب دي واجيب زي ورد كده. انا ما عنديش اصلا اي ورد خالص في البيت، ولا ورد اصفر ولا ورد احمر ولا اي حاجه يعني، فاهمين؟ فقلت اجيبها. بعد ما جبتها اكتشفت ان هي كلها خرابيش خرابيش خرابيش. الجلد بتاعها ده اصلا يعني رايح في داهية من جوه. لا ما عجبتنيش كده. وبعدين حسيت، عارفين لما تبقوا داخلين محل الاضاءة بتاعته زرقاء كده، وتيجي انتوا تلاقوها في البيت، مش عارفة، ما عجبتنيش خالص. مش عارفة، لو عجبكم قولوا لي. بس انا بصراحة بفكر ان انا ارجعها، وادعولي ان هي ترجع بجد، لان بجد اللي هو عارفين مش طايقاها، انا مش طايقاها. يعني اللي هو مش عارفة ليه متقشرة. ده غير اللي هي من الجناب كمان، مش من على الحرف وبس. بصوا اليقطين اللي هو خاطف قلبي كده، يعني من بعيد كده بصور، فببص عليه كده. هو انا حطيته هناك ركنته عشان كنت بصور، بس والله شكله حلو على السفرة، يعني لايق برضو تحطوه في اي حتة. ليه بقى؟ لان الالوان دي الفكرة اللي انا بقول لكم عليها، الالوان موحدة. لما توحدي الالوان تلاقي الدنيا رايقة وهادية معاكي. بصوا بقى، انا بعد ما عملت اليقطين دوت، فقلت لنفسي طب ما انا اعمل تاني، اعمل لي واحده ولا واحدتين كمان. واللي هو انطور البيت. بصوا دي الاكياس بتاعه الحاجه. انا حرفيا يا بنات بجد والله انا تعبانه، مش قادره ان انا ولا اروق ولا اعمل حاجه، فاهمين؟ اللي هو كنت بفتح لكم الحاجه وقاعده في الارض. بصوا دي الكوشن اللي انا كنت جايباها. فبقول لكم ايه رايكم اعمل واحده كمان من اليقطين واحطها هنا على الانتري. وانا بحط دي كده زي رانر كده على ايد الانتري، وتبقى دي الكوشنز كده احطها، واليقطين في النص. باخد رايكم قبل ما افرشها، يعني انا يعني فاهمين قصدي؟ فايه رايكم؟ قولوا لي كده تبقى حلوه، ولا اسيب الكوشن دي زي ما هي، واخد كل الحاجات دي واحطها في غرفه الليفينج. ودي السجاده هي طبعا حطها على الكنبه كده، هي جبانات نظيفه يعني، مش جديدة لسه ما استخدمناهاش يعني، فاهمين؟ فانا حاطه كل الحاجات بتاعه الانتري، حتى الستاير لسه ما شلتهاش طبعا، اللي انا كنت المفروض
خلاص بقى مش هاستخدمها دلوقتي، وكل الحاجات دي راكناها وسايباها اللي هو انا يعني انا مضيعة. انا مضيعة. من النزول والطلوع، والله النزول والطلوع بيخلي يعني بيهد الواحد، بيخلي الواحد يجي حرفيا اللي هو يرمي كل حتة في حتة ومش قادر يعني. ف قولوا لي بجد اليقطينة حلوة قوي، عجبتني، وكان الرباط ده عندي بتاع يعني بلوزة كده تقريبا كانت بتتقفل كده، بتتربط بيها، فانا فكيته ورحت إيه حاجة قديمة يعني عندي، ورحنا عاملاها. هنا بقى دي انا بقول لكم ايه رأيكم بقى دي؟ ارجعها خلاص ولا ايه؟ قولوا لي بقى قرار كده، عشان انا خلاص ايه اللي هو مخنوقة منها. خصوصا مش عارفة الجولد ده يمكن مش باين قوي من عند السامبوكسات ده، مقشر اللي هو كأنها سادة. طب ما انا كنت جبتها سادة سادة وخلاص، فاهمين؟ وال وهنا موكا هي عمالة تلعب فيها كل شوية، طبعا فرحانة بيها، كل شوية عمالة ايه ماما وريهم، بصي بصي بصي، وتعمل ايه 3 درجات، اللي هو انتوا خلاص شفتوها بقى زي يعني زهقتيهم يا بنتي. ف انا وهي استقرينا على ان احنا ايه نرجعها يعني، ون ونجيب اي حاجه مكان. بصوا دي بقى حاجه طلعت نينجا كده، قلت برضو اوريها لكم. دي عامله زي الصابونه كده، بتتاخد في المدرسه، ممكن جزء كبير منكم يكون عارفها، والله انا لسه عارفاها بالصدفه وانا عند الراجل يعني. يلا بقى نقول مع بعض كده. آم، اهم حاجه ايه؟ ما تنسوش اللايك والاشتراك، واهلا بالناس الجديده، والدعوه الحلوه خلاص اتعودت عليها. واهم حاجه ايه؟ يا رب يا ما يهوس قناتك تتفعل. بجد دي من الحاجات النينجا قوي وعجبتني. وعايزه اقول لكم بجد بفرح قوي 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 بالكومنتات بتاعتكم، وببقى مبسوطه قوي ان يعني في ناس كده اللي هو بتكمل الفيديو معايا لحد الاخر، بتدعي لي، بتقولي حلو ولا وحش. ومع السلامه.